ايه هي علامات انكم مش جاهزين للجواز؟ لما بتزعل بتختفي، مش قادر تتكلم، مش قادر تواجه او تعبر عن اللي هو مضايقك بطريقه ناضجه. بتحتاج دايما ان انت تكون مطمن ان انت في امان، مش في علاقه مهدد فيها ان هي ممكن تسيبك في اي لحظه. ده مش حب، ده احتياج نابع من خوف داخلي او نقص في الامان النفسي. كل خلاف بيتحول من كسب من خسر، ما بنوصلش ليه حل في النهايه. ده معناه انك بتشوف العلاقه منافسه مش شركه، عايزين نوصل فيها لطريق صح. وده يهدم التواصل ببطء بقى، موت بطيء. شايف ان الطرف التاني مفروض يكملك، وده من اخطر المفاهيم. الجواز مش علاج للنقص، الجواز هو مساحة مشاركة بين شخصين مكتملين نسبيا. ده تعريف الجواز. داخل علاقة عشان تهرب من ضغط وملل وخوف ووحدة، يبقى مش جواز. ده معناه ان انت مش بتختار الشخص، انت بتختار الهروب. في النهاية عايزة أقول الجواز محتاج اتنين عارفين نفسهم، فاهمين نفسهم، مش تايهين جوه نفسهم، تايهين جواها. اللي طالباه مش لازم تكونوا كاملين، أنا عايزاكم تكونوا واعيين بس لفكرة الجواز. تكونوا واعيين إنكم لسه في مرحلة بناء الذات، أنت بتبني لسه نفسك. والجواز مش إن احنا نعيش في بيت سوا، لا، الجواز شركة زي ما قلت لك، شراكة بين اتنين. خليك صادق مع نفسك كده، وانت خليكي صادقة مع نفسك لو لأول مرة. وشوفوا لو الحاجات دي موجودة يبقى انتوا كده مش مستعدين خالص للجواز. ويلا بقى، عايزة اعرف رأيكم في الكومنتات، انتوا مستعدين ولا مش مستعدين؟